يا دكتور انا بيجي لي وجع في مفصل الكوع ونغزه لما بسند عليه، ايه الاسباب؟ خلينا نقول ايه اشهر اسباب الم مفصل الكوع. في منشأ العضلات الخارجيه اللي هو هنا، اللي هو الاكستنسورز، العضلات الباسطه اللي بنستخدمها ان احنا نرفع حاجه او نشيل حاجه تقيله. منشأ العضلات ده بيحصل فيه التهاب. كلمه منشأ العضلات ساعات بتبقى تقيله لبعض الناس. يعني ايه منشأ العضلات؟ يعني تخيل معايا مسمار دقينه في الحيطه، والمسمار ده ماسكين فيه حبال، وجيت انا وانت واربع خمسه اصحابنا وقعدنا نمسك في الحبال دي ونشدها. ايه اللي بيحصل على المسمار؟ بيبقى عليه ضغط جامد. فنفس الكلام، لان هو ده منشأ الحبال اللي احنا بنشدها. فلما بيكون في حته من العظمه منشأ لكذا عضله، فيبقى عليها حمل كبير او شد كبير. يبقى دي اول حاجه بنقول عليها التنس إلبو، اللي هو التهاب منشأ العضلات اللي هي من بره هنا كده. زميلتها بقى من جوه حاجه اسمها جولفر إلبو. دي العضلات برضو ماسكه في عظمه كومن فليكسور اورجن، وبيحصل عليها شد جامد، وبس ده بيكون في الكوع من جوه. هننزل لكم صور لدي ولدي عشان تفرقوا ما بينهم. طيب يبقى ده كده تاني حاجه. تالت حاجه التهاب الكيس الزلالي. يعني ايه الكيس الزلالي؟ ده مخده من الزلال ربنا عاملها بتغطي العظم البارز في الجسم عشان تحميه، عشان ما يحصلش وجع لما يتخبط. بمعنى ان احنا عندنا عظمه الكوع اللي هي دي، العظمه دي ربنا مبطنها، حاطط عليها كيس زلالي. فكيس الزلالي ده لما يلتهب يعني يجيله بالونه كده كبيره تبقى هنا عند العظمه بتاعه الكوع، فده بنقول عليه التهابات في الكيس الزلالي. مش شرط تبقى البالونه كبيره وواضحه، بس يعني من ضمن اشهر الاسباب هو التهاب الكيس الزلالي. وفي الغالب ده اللي عند صاحب الكومنت عشان سؤالك انك ما بيضايقكش غير لما بتسند عليه، تحس بالنغزه لما بتسند عليه. يبقى ده كده تالت سبب. رابع سبب حاجه اسمها كيوبيتال تونل سندروم. يعني في عصب بيعدي جنب العظمه اللي احنا اتكلمنا عليها دي. العصب ده لما بنركن عليه العين يحس بنغزه وبوجع، بس يحس معاه بقى بتنميل، وساعات التنميل ينزل للصباعين دول. هو العصب ده زي ما قلنا العظمه دي هنا كده جنبها هنا كده. برضه هننزل صور للكلام ده كله عشان يبقى الشرح مفهوم وسهل. دول اشهر 4 اسباب. بندور بقى على اسباب تانية. يعني مثلا لو في نسبه املاح تسمع في مفصل الكوع، لو في اجهاد على العضلات بتاعه البايسبس ان هي بتمسك جوه المفصل، فدي اشهر الاسباب بتاعه التهاب مفصل الكوع. طيب العلاج، والله العلاج بيبدأ زي ما قلنا كتير قبل كده، بيبدأ ستيب باي ستيب، يعني يبدأ خطوة بخطوة. أول الخطوات هو العلاج الدوائي، الأدوية، يعني مضادات الالتهابات والمسكنات زي الديكلوبرو، زي الديكلاك، زي الأرثروفاست. لو في التهاب في العصب بندي أدوية الأعصاب زي الديبوفورت والثيوداسيد، الجابتن. طبعا التركيزات والجرعة بتتحسب لكل عيان على حسب حالته وحسب سنه، وبرضه بنكون فحصناه في العياده وشخصناه واكدنا هو انهي سبب من الاسباب اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها. لو في شد في العضلات العيان بياخد بسط العضلات، دي كلها معلومات عامه الناس عارفاها. طيب لو مفيش استجابه بنبدا بقى نشوف هي كل مشكله بقى وليها البروتوكول بتاعها في العلاج. لو العلاج التحفظي الاولي ده ما جابش نتيجه، بس كده كفايه على موضوع وجع الكوع. ارجو ان الفيديو كان مفيد لحضراتكم. ارجو ان صاحب الكومنت يكون خد اجابته، ما يكونش تاه مني يعني. وطبعا دي الاجابه بشكل نظري. الاجابه بشكل عملي لما نشوف العيان في العياده، لما نفحص العيان الفحص السريري او الفحص الاكلينيكي، وعلى اساسه بنحدد هي ايه مشكلته وهو في انهي درجه في المشكله دي، وده على اساسه بيتحدد ايه العلاج الانسب للحاله بتاعته. ومن وسط العلاجات الكتير اللي عندنا او طرق العلاج الكتير اللي عندنا دايما بنختار الاسهل. عمرنا ما نلجأ للحل الاصعب الا لو السهل ما جابش نتيجه، زي اي حاجه في الدنيا يعني. في الختام افتكر انك هتعيش مره واحده، حاول تعيشها بصحه وسعاده على قد ما تقدر. افتكر دايما ان الامل موجود. السلام عليكم، صباح الفل.